أكيد في يوم جات على بالك فكرة وحسيت وقتها إن بس هي دي، وبتكون في دماغك تحفة، أو مثلا وجهة نظر في أمر معين وعندك يقين إن وجهة نظرك صح، بس أول ما تبدأ تتكلم عنها تلاقي إنها بتتقابل بالرفض، أو بمعنى أصح عدم الاهتمام أو الاقتناع بيها، لأنك مش شارحها بوضوح أو مش عارف تقنع بيها اللي قدامك. وهنا قبل ما نبدأ كلام عن الإقناع إحنا محتاجين نفرق بينه وبين الوضوح في الكلام. أهلا، أنا رانيا هاني. وانا يوسف محمد وجايين نقدم بودكاست عن البرسويدنج سكيلز. فاحنا محتاجين منك يا صديقي تكون معانا على الخط وتشاركنا وتسجل معانا ملاحظاتك لان موضوعنا مهم وان شاء الله يفيدك. ففي الاول كده من وجهة نظرك، ايه هو مفهوم الوضوح بالكلام بالنسبة لك، او يعني ايه او ازاي يكون كلامك واضح؟ في الحقيقة يا شباب، الوضوح في الكلام هو ان يكون كلامك منظم وواضح وظاهر. فازاي ده بقى ممكن يحصل؟ ده بيحصل عن طريق انك بتشرح الكلام بطريقة مبسطة وبعبارات سهلة الفهم ومش معقدة، يقدر اي حد من الفئة اللي انت بتخاطبها او بتتكلم معاها فيها يفهمها. وده بيحتاج تفكير طبعا قبل ما تتكلم، وانك تتبع ترتيب منظم للكلام في دماغك. فبيظهر الاثر ده من خلال كلامك. يعني مثلا لو انت بتحل سؤال ليه خطوات كتير، فانت دايما بتكون محتاج ترسم طريقك وتعرف هتعمل ايه قبل ايه وبأنهي تسلسل الاول في دماغك قبل ما تكتبه في الورقة. وكذلك وضوح كلامك انك تراعي انه يكون منظم ومتسلسل في دماغك فتقدر تسرده بسهولة، او تحتاج مثلا انك تاخد خطوة في ترتيبه وتقعد تجهزه بالكتاب، سواء بقى بالكتابة او بالريكوردينج. المهم انك تجرب مرة او اتنين وتتدرب عشان تاخد على الكلام وهو مترتب. والخطوات دي هتضمن لك انك تكون كلامك منظم وواضح، ومع التدريب هيقل الوقت والجهد اللي انت بتبذله لترتيب كلامك عن الاول، خصوصا لو كانت المواضيع متشابهة، وده اكيد هيرفع من ثقتك في نفسك بكتير. وبكده فانت قدرت تحط عمود عشان تبدأ تاخد الخطوات الأولى في انك تقنع اللي قدامك. وضوح كلامك هيأثر عليك مسافات انت في غنى عنها، وهيسهل الإقناع بشكل عام. وكده نقدر نقول يعني ايه أصلا إقناع. الإقناع هو إنك تأثر على اللي قدامك بأدلة منطقية وعقلية لإخضاعه لفكرتك أو رأيك أو حتى لتغيير وجهة نظره، عشان يبدأ يلتفت ويميل لوجهة نظرك. وإنت ممكن مش بس تخليه يميل لوجهة نظرك، إنت كمان ممكن تغير قناعة تامة سواء كلية أو جزئية من ثوابت حياته بشكل عام. وعشان كده مهارات الإقناع هي من أخطر المهارات لكونها سلاح ذو حدين. وفي الحقيقة بينتشر حوالينا إننا بنشوف ناس بتغير وجهة نظرها عشان حاجات كتير، وده بيكون صح أو غلط. يعني مثلا بيكون في ناس شايفة إن المذاكرة مهمة جدا في الكلية، وفجأة تقتنع إن الكلية دي مجرد شهادة، وإنك لو خدت كورسات تانية هتكون أفيد كتير، فتبدأ تهمل الكلية على حساب أي حاجة تانية هي بتاخدها. فدي حاجة هتبدأ تأثر بالسلب على دراستهم في الكلية. وهنا بيتحول الإقناع من كونه وسيلة تصحيح آراء ووجهات نظر لكونه أداة ممكن تضرك، لأن اللي بيحاول يقنعك هيكون دايما بيناقش دماغك وبيكلمك بالمنطق، وهو بيلفت انتباهك لنقط تانية هتعمل فيك حاجتين: إما إنها هتصحح مفهومك لكام حاجة وتحسن صورتك، أو إنها تضللك وتخليك تحيد عن هدفك. وعشان تتجنب عيبها وتخليها تحسن لك طريقك دايما، هيكون أسلم حل إنك ترجع لمبادئك ودينك. كان في مقولة للإمام الشافعي رحمة الله عليه بتقول: إذا حار أمرك في معنيين ولم تدري فيما الخطأ والصواب فخالف هواك، فإن الهوى يقود النفس إلى ما يعاب. وخلي بالك عشان تكون عارف تتحكم فيها بدل ما حد يتحكم فيك، وتكون منصت عشان ما تفهمش اللي قدامك غلط، لأن مش كل الناس كلامها واضح. وعموما يا رانيا، احنا بنحتاج المهارة ديت في حاجات كتير قوي في حياتنا، سواء على المستوى الشخصي زي اننا مثلا نقنع اهلنا بسفرية او نقنع صحابنا بخروجة معينة. كمان بنحتاجها عمليا على المستوى الشخصي بقى، سواء دراسيا او ما نيجي نشتغل ان شاء الله. فقبل يا شباب ما نستفيد بالكلام عن مهارة الاقناع بقى نفسها، احنا محتاجين نفرق ما بين مفهومين مختلفين عن بعض، وهما التفاوض او النيجوشيشن والاقناع. فمن رأيكم كده ايه الفرق ما بينهم؟ خليني اقولك ان في حالة التفاوض فانت بتكون رايح للشخص اللي قدامك وانت عندك تم الاستعداد انك تتنازل عن جزء من اللي انت عايزه، وكذلك برضو الشخص اللي هو اللي انت بتتفاوض معاه بيبقى مستعد هو كمان ان هو يقدم تنازلات عشان في الاخر الديل اللي ما بينكم يتم. وده عكس تماما الاقناع، لان الاقناع انت بتكون رايح هدفك الاساسي انك تقنع اللي قدامك بكلامك تماما من غير ما تتنازل ولو حاجة بسيطة، والا الموضوع هيقلب تفاوض اصلا. فلو جينا بقى نتكلم عن اهمية مهارة الاقناع نفسها، فمهارة الإقناع يا شباب هي تعتبر أصلا فن من فنون الكلام، وهتساعدك في إنك تلاقي الدعم من أي حد مقتنع بكلامك وفكرتك. تخيل كده عندك فكرة حلوة بس مش لاقي حد مأيدك أو بيدعمك فيها عشان معرفتش تقنعه بيها، أكيد هتبقى حاجة صعبة جدا بالنسبة لك. حاجة تانية كمان، هي هتساعدك إنك توصل لهدفك بشكل أسرع، خصوصا بقى لو الهدف ده معتمد على إنك تكون شخص قادر أصلا إن هو يقنع اللي قدامه بفكرته.
ده كمان خصوصا يا يوسف لو احنا كطلبة مثلا، فاحنا بنتعرض لمواقف كتير بنحتاج فيها اننا يكون عندنا مهارات الاقناع. والمواقف دي زي مثلا المشاريع اللي بنشتغل عليها في الكلية في تيمات، او في اوقات كتير قوي بتبقى محتاج تقنع زمايلك اللي معاك في التيم برأيك، مثلا في تقسيمة التاسكات او حتى طريقة تنفيذ المشروع بشكل عام، عشان مشروعكم يظهر بشكل كويس. أو مثلا برضه يا رانيا ساعات بنحتاج إن احنا نقنع المعيدين أو الدكاترة عندنا بحاجة ليها علاقة بدرجتنا في الامتحانات، فاحنا بنحتاج إن احنا نوضح موقفنا بشكل مقنع، عشان احنا لو محتاجين نراجع درجاتنا يكون بالنسبة للدكتور أو المعيد اللي احنا بنكلمه دي حاجة مقنعة أو سبب مقنع إن احنا نراجع درجتنا. حاجة كمان مهمة لينا كطلبة وهي البرزنتيشن أو العروض التقديمية اللي احنا بنعملها سواء جوه أو بره الكلية. ودي لو انت هتقدم بحث أو مشروع زي مشروع التخرج مثلا، فانت بتحتاج ان انت تقنع الحضور بأهمية الموضوع وكمان دقة النتائج اللي انت وصلت لها في بحثك أو مشروعك. برضه لو عندك انترفيو مثلا لمنحة أو تدريب، فأنت بتحتاج أولا إن تكون ثقتك بنفسك عالية، وده هيخليك تقدم نفسك بشكل مقنع، واللي ده يزود من فرصتك من القبول طبعا. أبسط مثال برضه في الحياة العملية، لو أنت شغال في مجال السيلز أو المبيعات، فضروري طبعا يكون ليفل القدرة على الإقناع عندك عالي جدا، عشان تقدر توصل لهدفك وهو التارجت المطلوب منك مثلا. أو كمان لو أنت شاطر في الحتة دي تقدر تكسب أرباح في مرتبك الأساسي لو أنت حققت فوق التارجت بتاعك، ودي أكيد هتكون حاجة كويسة بالنسبة لك وأنت الكسبان في الآخر. تمام يا يوسف، خلينا بقى ننتقل لنقطة تانية مهمة في موضوعنا وهي معوقات عملية الإقناع. في أسباب كتير تخلي اللي قدامنا ما يقتنعش باقتراحنا أو فكرتنا أو وجهة نظرنا اللي احنا بنعرضها، زي مثلا إننا نكون مش مقتنعين أصلا بالفكرة اللي احنا بنعرضها، فنكون بنضحك على نفسنا، أو حد فارض علينا إقناع مثلا، أو إننا نقتنع بحاجة مش مقنعة لينا من الأساس، واحنا من جوانا عارفين إن اللي احنا بنقوله ده مش مقنع وهيؤدي بينا لجدال مع الشخص اللي احنا بنقنعه. وطبعا بالتبعية الجدال ده هينتهي بإننا نفشل في عملية الإقناع. وعشان كده يا رانيا أول عامل من العوامل اللي بتصعب عملية الإقناع أو بتعوقها هو أصلا غياب المنطق عن الفكرة المعروضة، زي يعني تكون مثلا حاجة مش واقعية، حاجة صعبة التنفيذ على أرض الواقع. يعني مثلا ساعات بتلاقي واحد صاحبك بيحاول يقنعك إن المادة كذا دي ما تقلقش منها، دي أنت تقدر تلمها في خلال يومين قبل الامتحان، لأ وكمان تقدر كمان تجيب فيها تقدير، وأنت عارف إن المادة تقيلة مثلا ومحتاجة مجهود، فأكيد من الصعب إنك تقتنع بحاجة زي كده. كمان حاجة تانية هي ضعف في مهارات الاتصال، ودي بتخليك مش قادر تتواصل بشكل كويس أو فعال مع الشخص اللي انت بتقنعه أو بتعرض عليه فكرتك، زي إنك مثلا مش عارف تستخدم لغة الجسد المناسبة، زي إنك مش باصص في عين اللي بتكلمه، أو حاطط إيدك في جيبك، أو واقف متكتف مش بتتكلم بحرية كده، أو إنك بتتكلم كتير قوي زيادة عن اللزوم، فده بيضعف موقفك في عملية الإقناع. وده عامل مهم جدا لأنك ممكن تكون فكرتك تحفة بس اللي قدامك ما يقتنعش بسبب كده. حاجة تانية مهمة يا شباب وهي ضعف الحجة أو الدليل اللي مبني عليه وجهة نظرك أو فكرتك، ده بيخلي اللي قدامك ما يقتنعش بكلامك بنسبة كبيرة، زي إنك مثلا بتقول معلومات من مصادر مش موثوقة، أو إنك بتستخدم حجج عاطفية أكتر من الحجج اللي هي بتبقى منطقية اللي هي بتبقى معتمدة على الحقائق، أو إنك تستخدم مثلا حجج ملهاش علاقة أصلا مباشرة بالفكرة اللي أنت بتتكلم عنها. برضه حاجة كمان وهي عدم تقبل الفكرة أو وجهة النظر أساسا من الآخرين، وده بيبقى عادي يعني مش غلط فيك، هو بيكون نتيجة لاختلاف الثقافة والفكر وعادات وتقاليد المجتمعات المختلفة. فممكن انت مثلا بتحاول تقنع حد في مجتمع تاني أو هو متعود على عادات تانية في مكان تاني، فبالنسبة له الموضوع مش بيكون acceptable مثلا، فحاول تشوف دخلة تانية مناسبة لعادات وتقاليد. حاجة تانية مهمة يا شباب قبل ما نبدأ كلامنا عن مهارات الإقناع نفسها بالتفصيل بقى، وهي مفهوم مهم في عملية الإقناع وده اللي بيعزز قوة الإقناع عندك، وهي حاجة اسمها عناصر الاتصال التلاتة، اللي هم إيه؟ اللي هم المصدر والرسالة والمتلقي. فالمصدر هو مصدر كلامك اللي لازم يكون طبعا مدعم بأدلة وحجج منطقية مش هنختلف عليها سواء الشخص اللي أنا بقنعه أو أنا نفسي. تاني عنصر هو الرسالة، وهي إنك تخلي كلامك واضح ومفهوم للكل بعبارات مفهومة وسهلة ومناسبة عشان تتفادى الجدل. تالت عنصر بقى وهو المتلقي، وده الشخص اللي أنت بتبقى بتقنعه أو الشخص اللي أنت قاعد بتكلمه، وده لازم إنك تعرف الاختلافات ما بينك وما بينه، سواء بقى الاختلافات دي ثقافية أو اختلافات على مستويات الثقة بالنفس أو الانفتاح الذهني بشكل عام. فلو احنا يا رانيا ضمننا عناصر الاتصال التلاتة دول، واللي هما المصدر والرسالة والمتلقي، فاحنا ضمننا جزء كبير جدا من الموضوع لصالحنا، بس احنا برضو لسه ما خلصناش. برضه يا يوسف لو عايز الموضوع يتم بشكل حلو، في معلومات حاول تجمعها عن الشخص اللي انت هتقنعه او الفئة المستهدفة بشكل عام. يعني انت محتاج تحدد ميوله عشان ما تقنعوش بحاجة هو مش بيحبها اصلا. برضه حدد نوع شخصيته، او بمعنى اصح التصرفات اللي تخليه ينجذب لكلامك اكتر، والطريقة اللي بيتقبل بيها الكلام. يعني في ناس بتتقبل الكلام لما يكون رايح جاي وعلى هيئة نقاش،
فبتقتنع أسهل. ولكن في ناس تانيين بتحب تسمع الأول كل حاجة وبعدين تبدأ ترد، فأنت محتاج تعرف كل المعلومات اللي تساعدك إنك تدخل دخلة مناسبة للي قدامك عشان ما يقفلش منك. كان في برضو حاجة كمان كنت سمعتها، كنت في ورشة بتتكلم عن technical skills بتاعت الانترفيوز. كان في حد نصحني نصيحة، قال لي لما تيجي تكوني رايحة انترفيو في شركة، ركزي قوي في اسم الانترفيور، واعملي سيرش على لينكد ان وعلى فيسبوك، واعرفي شخصيته عاملة ازاي علشان تقدري تتواصلي معاه، فتعرفي ان انت تكسبي بوينت مثلا في الانترفيو ده. يعني هقول لكم يا شباب على حاجه، عارفين الاعلانات اللي هي بتستهدف الاطفال مثلا هتلاقيها غالبا بتكون الكلام فيها بصيغه الامر، زي اشتري دلوقتي او جربها دلوقتي. كل ده بتبقى اوامر عشان الطفل يقوم ينفذها وياخد باله من ده ويعملها. فهم هنا حددوا الفئه العمريه، وبناء على الفئه العمريه دي هم اختاروا الاسلوب المناسب لتنفيذ الاعلان ده. خلينا بقى نتكلم عن بعض مهارات الإقناع بشكل أوسع ومفصل أكتر. ولنبدأ بإنك تدور على أرض مشتركة بينك وبين اللي أنت بتحاول تقنعه. حاول دايما تشوف أنت واللي بتقنعه هتقابلوا بعض فين، وإيه الأرض المشتركة اللي ما بينكم. يعني مثلا لو اللي قدامك متفق معاك في إن انتوا الاتنين بتكرهوا الصيف وبتحبوا الشتاء، فدي وسيلة بسيطة تخليك قريب للي قدامك أكتر وتبدأ تخليه يثق فيك. حاولوا برضو يا شباب تقدموا مساعدة للي قدامكم. ازاي ده؟ عن طريق انك بتشوف ايه هي اصلا مشكلته وتبدأ تتفاوض معاه، وتقدر ساعتها تطرح وجهة نظرك بطريقة سلسة ومتقبلة بالنسبة للي قدامك، فيبدأ من خلال كده يلتفت انك شخص مهم وهو بنسبة كبيرة اوي بيبقى محتاجك. كمان استخدم السرعة المناسبة في الكلام. يعني مثلا شفتوا مندوبي المبيعات بتكون سرعة كلامهم كبيرة قوي، بيتكلموا بالسرعة اللي تخليك ما تلحقش تعترض على كلامهم أصلا وتسمع عرضهم للآخر. وهي دي السياسة المتبعة. كل ما تحس إن اللي قدامك هيقطعك كتير ومختلف معاك في الرأي، خلي سرعتك أكبر بحيث ما يلحقش يفكر في اللي أنت بتقوله، فما يلتفتش قوي ويقتنع أسرع. أما لو اللي قدامك متفق معاك في الكلام، فاتكلم أبطأ عادي، مفيش خطر هنا. وطبعا النصيحة الأهم يا شباب هو إنك تختار الوقت المناسب إنك تعرض فكرتك أو إنك تقنع الشخص اللي قدامك. يعني هقولك، لو أنت مثلا مجهز كل حاجة صح وجايب أدلة وبراهين ومحضر كلامك وحددت سرعته وأقنعت 100 شخص بالكلام ده، بس جيت مع الشخص المية وواحد ما قدرتش أو ما اخترتش الوقت المناسب للإقناع، بحب أقولك إنه ببساطة مش هيقتنع. كأنك مثلا بتعرض على حد محتاج ينام إنه يقوم يلعب معاك كورة دلوقتي، وطبعا انت معاك كل الاسباب وكل المغريات اللي تخليه يقوم بس هو مش قادر، لانه ببساطة محتاج ينام او لان ده مش وقته. او ساعات مثلا بيحصل معانا كتير ان احنا بنلاقي حد بيتصل بينا من شركات مثلا واحنا لسه مخلصين شغل او مخلصين جامعة، بيعرض علينا عروض من الشركة بتاعته، وممكن تكون العروض دي مفيدة بالنسبة لنا واحنا محتاجينها برضو، بس احنا مش في المود النهائي، مش في المود ان احنا نسمع الكلام ده نهائي دلوقتي او اي حاجة. ده نتيجة ان ده مش وقته، حتى لو كانت الحاجة دي مفيدة. برضه حاول تعرض وجهة نظرك الإيجابية والسلبية بحيادية تحسس اللي قدامك إنك صادق وأمين، فيثق فيك أكتر ويبدأ يلتفت معاك إزاي هتحل الجوانب السلبية، أو هيكون إيه العوض بتاعها. وأكيد أنت هتكون محضر حلول بحيث نخلي فايدة الموضوع أكبر بكتير جدا من ضرره. حاجة كمان مهمة يا شباب وهي إننا نختار طريقة التواصل المناسبة. يعني مثلا لو حد ما نعرفوش، فغالبا عشان نقدر نقنعه ممكن نكلمه بطريقة فورمال شوية ونعرض الموضوع بعيد عن شخصياتنا، وناخد الموضوع معاه كتحدي مثلا. أما بقى لو حد تعرفه، صاحبك مثلا أو أخوك، فأنت بنسبة كبيرة بتكون عارف حاجات كتير عن شخصيته وطريقته، فالموضوع في الحالة دي بيكون أسهل عليك إنك تقنعه، لأنك بنسبة كبيرة بتكون عارف الطريقة اللي هتعرض عليه الموضوع بيها، وده بيبقى على حسب شخصيته اللي أنت عارفها. كمان في حاجة effective قوي يا يوسف، وهي انك تخاطب اللي قدامك باسمه. انا هنا لما قلت يا يوسف، فهنا يوسف شخصيا التفت معايا وبدأ يركز في الكلام اللي انا هقوله، حتى لو هو ما كانش مركز في الكلام اللي فات، لمجرد ان انا بدأت اخاطب عقله الباطن، فبدأ ان هو يستجيب ليا. فلما اول ما سمع اسمه، فعلى طول حاول ان انت دايما تكلم اللي قدامك بالطريقة دي. يعني مثلا حاول ان انت تقول اسمه في وسط الكلام، فيبدأ يلتفت لك اكتر، يبدأ ينتبه ليك اكتر، فتبدأ تشد انتباهه بشكل عام، فعلى طول يبدأ التواصل والاقتناع. حاجة تانية يا شباب ممكن تبان غريبة بس هي مهمة جدا، وهي إننا نقلد حركات اللي قدامنا. يعني إيه؟ يعني لو أنت قاعد مثلا مع حد وهو بيكلمك لقيته ضم إيده على بعضها، أنت كمان ممكن تعمل نفس الحركة بس بذكاء. يعني إيه؟ يعني الفت انتباهه لحاجة معينة وبعدين اعمل كده بحيث تبان تلقائية منك، فما يبانش إنك مثلا قاصد إنك تقلده، ويتقبلها منك. وطبعا ده بالنسبة للتصرفات الإيجابية، بعيدا بقى عن أي تصرفات سلبية أكيد. ودي بتبقى تبع تكنيك معين أو حاجة معينة اسمها الميرور، ودي اللي بتحسس بيها اللي قدامك إنك قريب منه بطريقة ما، سواء عن طريق لغة الجسد أو حتى استعمالك نفس المصطلحات والألفاظ بقى اللي هو بيقولها. يعني لو تلاحظ مثلا إن صاحبك أو حد أو أي حد طريقتهم متشابهة زي بعض،
بيكون سهل عليه إنه يقنعك بشيء لمجرد إنك مثلا شايف نفسك في اللي قدامك فبتثق فيه أكتر وفي خطواته، وده بيسهل علينا كتير جدا. حاجة أخيرة بقى، بما إن إحنا في عصر التكنولوجيا وظهور ال AI tools أو وسائل الذكاء الاصطناعي، فإزاي يا رانيا ممكن نستخدم وسائل الذكاء الاصطناعي في مهارة مهمة زي مهارة الإقناع؟ انت بتحتاج ادوات الذكاء الاصطناعي في كام موضع هنا، زي مثلا انك تجيب ادله وحجج تدعمك وتساعدك، زي الدراسه اللي بتقول ان يا ماما لو سافرت مع صحابي ده هيقلل معدل اصابتي بالاكتئاب، قال يعني كده هتوافق. او مثلا انك تستخدمها في انك تقرا اكتر عن الفكره اللي عايز تعرضها، يمكن انت اصلا وجهه نظرك تتغير، او ممكن تمدك بالمعلومات اللي تساعدك في اقناع اللي قدامك بيها، او انك برضو تخليه يساعدك تقرا عن الموضوع اكتر فتعرف وجهات نظر الناس المختلفه، وتبدأ تشوف ممكن تدخل لهم ازاي، وتحاول تخمن طريقة التفكير اللي قدامك. في موقع مثلا زي ايتيفاي، ده هيساعدك في انه يلخص لك الموضوع فتقدر تقرا عنه تاني من غير تضييع وقت خالص عشان تجمع افكارك وتفكر صح. أما يا شباب، شات جي بي تي ويو تشات وبينج، فدول هيساعدوك في إنك تسألهم مثلا على طريقة تفكير الناس أو تكنيك معين مثلا ممكن تستخدمه في إقناع اللي قدامك. ومهما وسائل ال AI tools اتطورت أو بقت منتشرة في الزمن بتاعنا بشكل عام، فمنحاولش نعتمد عليها بالشكل الكلي، وياريت نحاول نستخدم عقلنا برضو وما نلغوش. فكل ديت حاجات هتساعدك، وما تنساش انك بتحاول تقنع اللي قدامك عشان توصل لهدفك، فحاول ما تحدش عنه، وحاول انك تبذل مجهود في اعداد الطرق وتنظيم فكرك عموما لحد ما تكون مع الوقت بقت عادة مكتسبة وحاجة سهلة بالنسبة لك، فيكون من السهل عليك انك تعمل ده بسهولة بعد كده وتبقى سيلز مانجر قد الدنيا. احنا اديناك مفاتيح كتير تساعدك في استخدامها احنا اديناك مفاتيح كتير تساعدك فاستخدمها في الخير عشان السحر ما يتقلبش على الساحر، وخلي بالك من الناس اللي تستخدمها عليك. في النهاية كان معاكم رانيا هاني ويوسف محمد، GOC ممبر في دوس، عشان نوضح لكم كام حاجة تساعدكم. دمتم بخير.